خدم ابوك وامك. هات لك خدامه واديها مرتب كل شهر. خدم ابوك وامك. هات لك خدامه واديها مرتب كل شهر. متجوز وعندي 3 عيال، ومراتي كانت بتخدم بوالدي ووالدتي، بس للأسف مهملة في نفسها قوي. وتعرفت على ست تانية كانت زميلتي وعجبتني واتجوزتها، بس لما مراتي عرفت سابت لي البيت ورفعت عليا قضية خلع، وفعلا اتخلعت وسابت لي العيال أربيهم، ودلوقتي مخطوبة لابن عمها وكان بيحبها من زمان. ومراتي تانية قالت لي ماليش دعوة بتربية عيالك، مش هخدم أبوك وأمك. هات لك خدامة واديها مرتب كل شهر. المشكلة إني مش هاقدر أشيل مصاريف البيت ده كله، أعمل إيه؟ يعني أنا باستغرب الرجالة والله، بتبقى في إيديكوا الست كويسة، مش شهادتك أنت نفسك بتقول إنها كانت شايلة مامتك وباباك وشايلة 3 أولاد وشايلة ظروفك الصعبة، كنت ممكن تقول لها بهدوء. ما هو من كتر الهم اللي هي فيه والمسؤولية اللي هي فيها مش هتعرف أكيد تهتم بنفسها. الاهتمام بالنفس ده بيبقى عايز واحدة رايقة شوية، فاهم؟ مش تبقى شايلة كل المسؤولية الأوفر دي. لو كنت جبت لها حد يساعدها كانت عرفت تهتم. لو كنت قلت لها انا عايزك تهتمي بنفسك وتديها فلوس تهتم بنفسها، ما الحاجات دي بتبقى عايزه صرف على فكره، يعني مش مجرد كده. انت استسهلت ورحت اتجوزت، شيل بقى يا معلم. اهي بتقول لك مش هتشيل عيال مش عيالها، وهات لهم حد يربيهم او حد يخدمهم يعني بفلوس في الشهر. انت بتقول مش هتقدر تعمل ده، انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، تستاهل. انت كانت في ايديك نعمه وانت للاسف يعني ضيعتها من ايدك. هي هتتجوز وتعيش حياتها مع ابن عمها اللي ان شاء الله يقدرها ويعوضها خير، وبجد يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. ردوا عليا يا جماعه في الكومنتات.